3, 2, 1. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معنا في قناه شوات بنات البلاد مع فيديو جديد، وصفه جديده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنوجدوا الملوي. بغينا نشارك معكم الطريقه اللي نصيبوه بها، اقتصاديه بزاف وزوينه، بلا زبده بلا حتى شي، بالمكونات اللي موجودين في الدار. غندوزو ان شاء الله المقادير. عندنا 2 ليف ونص ديال طحين الفورس، غتكون عندنا زلافه تاع الفينو كيف شفتو خوينا فوق طحين الفورس اصلا عابرين ودايرينه في قصريه. غنزيدو عليه الملح على حساب الذوق، وغادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده. اللي بغى يديرها، اللي ما بغاش يديرها يقدر ما يديرهاش، يقدروا يديروا معلقه ديال العسل. وغادي نزيدو طريقه ديال الخميره ديال العجينه، تقريبا قد الحميمصه، قد الحمصه. وكيف قلت لكم الملح على حساب الذوق صافي. وغادي نعجنوا بالماء عادي كيف كتشوفوا. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، صافي غادي نعجنوا العجينه ديالنا. ما كتجي قاصحه، ما كتجي مرخوفه، كتجي عجينه عاديه شويه. صافي غادي ندوها نجيبوها، غادي نديروها في السلوفان ونخليها ترتاح. قد ما ارتاحت كتكون مزيانه، كتجي زوينه. دابا غندوزو لواحد الخلطه اللي قلت لكم اقتصاديه بزاف وزوينه، هي اللي غادي نلوي بها الملوي ان شاء الله ديالنا. غادي يكون فيها كاس ديال الفينو، وغادي يكون فيها كاس تاع الزيت، وغادي نحتاجو 4 اخر ديال الزيت على حساب، ومعلقه تكون عامره ديال الفورس، طحين الفورس. كيف قلت لكم كاس تاع الفينو ديال الطحين ديال الفينو، معلقه عامره تكون مقوببه هكا عامره من الفوق، ما تكونش مسوحه. تكون عامره بطحينه الفورس. وغادي نزيدو كاس ديال الزيت. وبالنسبه للزيت زدنا 4 ديال الزيت لحقاش جات شويه عاقده. المهم غنخدموا هذه، تقدروا تخدموها بفورشيطه، تقدروا تضربوها في الخلاط ديال تاع المولينيكس ولا الهاشوار. المهم الا بغيتو تسرعوا القضيه غير بالفورشيطه كتخدم. وغادي نزيدو خماره من وزن 8 غرام. غادي نخدموا هاد المقادير كلها مزيان حتى تدخل في بعضها وديك الخميره تطلق. من الاحسن لو بغيتو تخدموها نيت كيف قلت لكم مزيان، ديروها في الخلاط دغيا، ضربوها دغيا كينسجم كينسجم الزيت وكينسجم الفينو كيطلق والفورس وكلشي. حتى الخميره ما كيبقاش فيها ديك الحبيبات. المهم غادي تخدموا هاد، دابا حنا خدمنا هكا قدامكم بالفورشيطه باش تعرفوا الخلطه كيفاش دايره، باش تاخذوا المقادير ديالها مضبوطه. من بعد دابا غندوزو العجينه ديالنا كيف شفتوا، غنحيدوها من السلوفان مع طولات شويه لصقات في البلاستيكه. المهم غادي نحيدوها، غندوها نجيبوها. انتم كيف كتشوفوا كيفاش ولات العجينه، كتجي طايعه وزوينه، وكتجي كي الحرير، كتولي في يدك. الا بغيتي تخدمها دغيا كتخدم معاك، وتا في التوراق كتمشي معاك. انتم كي كتشوفوا العجينه جات زوينه بزاف بزاف. واخا ديك الخميره اللي درنا ما تخافوش منها، لانه واحد شويه غير باش داك الملوي كيجي ما تيجيش قاصح، كيجي رطب وكيجي زوين، كيجي دايره العجينه ديالو زوينه حتى في كتساعد حتى في التوراق. وملي كيطيب كيجي من طبيعه الحال كيجي رطب وزوين. المهم دابا غندوزو ان شاء الله نشكلو الكريصات ديالنا. بالنسبه لهاد القدر اللي عطيتكم ديال العجينه، خرج لينا 10 ديال الكرصات. الكريصات ما يعني ما صغار ما كبار. وانتم كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تكبروا تصغروا اللي يعجبكم. المهم هي المقادير والطريقه، والاهم فهادشي هي ديك الخلطه اللي قلت لكم السحريه الزوينه اللي كيجيبها الملوي زوين بزاف. بالنسبه للناس اللي تضرهم هكا الزبده، كاين اللي ما عندوش مع الزبده كضرو في معده، كاين اللي فهمتيني. كتجي هذه الخلطه كتجي اقتصاديه وزوينه. حتى بالنسبه الانسان تيوفرتها، ما كتحتاجش الزبده الا ما كانتش، كتكتفيو غير بالزيت. دابا غندوزو ان شاء الله باش نورقوا الملوي ديالنا كيف كتشوفوا. دابا غادي ندوزو نورقوا القرصه ديالنا. وغادي نحتاجو جراره ديال هذا ديال البيتزا باش غادي نقطعو.
ولا ما كانش الجراره نقدروا نديروا غير الموس، ماشي مشكل، ماشي بالضروره تكون الجراره ديال البيتزا قطاعه. دابا غادي كيف شفتوا الخلطه كيفاش كتولي، كتجي منسجمه وزوينه، كتجي بحال الا شفتيها بحال الا دايره الزبده. وبالنسبه للتوراق الاولاني كنديروا شويه ديال الزيت باش كنقرصوا، عاد الخلطه كنديروها من بعد باش ما كتقطعش لينا العجينه. صافي كنطويو بهاد الطريقه هكا كيف كتشوفوا. بالنسبه للتوراق تورقوا نيت العجينه حتى كيبان لكم البلاصه فين كتخدموا، السطح العمل ديالكم. دابا غندوزو كيف قلت لكم، خدينا هاد القطعه ديال البيتزا صافي هكا، وغادي نمشيو معاها هكا شرائط نقطعوها هكا. وما غاديش تبداو من الاول ديال بحال هاد الشكل، غتخلوه بين الشريط وديك البليصه اللي في القنص تقريبا شي 2 سنتيم ولا 3 هكاك، من غتبداو تبرمو. وما غتزيروش البرايم، غير كطويو، ما غاديش تبرمو تزيرو، غادي ترخفوا يديكم في الطيه. شتي غطوو هكا صافي، وغادي نجمعو وغادي نحطوها نخليها ترتاح عاد نجمعوها صافي. غادي ندوزو ان شاء الله نعاود معكم واحده اخرى باش تفهموا كيف قلت لكم الطريقه. غادي نورقوا بحال هكا كيف قلت لكم القرصه ديالنا الملويه ديالنا تورق مزيان بشويه ديال الزبده، شويه ديال الزيت عفوا، ما نديروش الزبده الزيت. وفي الاول في التورق ديال القرصه الاولانيه غادي تزعموا شويه الزيت، غتدهنوا البلاصه اللي غتخدموا فيها مزيان بالزيت صافي. وغادي حيت هذاك الفينو شويه تيشرب، تيكون تيقصح شويه العجينه. هي ما كتجيش قاصحه، كتجي زوينه العجينه، كتجي الصراحه كتجي رطبه وزوينه، غير هي باش ما تقطعش لكم في هذا صافي. كيف شفتوا دابا هذه هي الخلطه، نتوما شتي كينسجمت. اكثريه الا طحنتوها مزيان في الهاشوار، ضربوها غير في الهاشوار صافي كيدخلوا دوك المكونات في بعضهم صافي، كتجيكم ساهله باش صافي. دابا غنطويو الطيه الاولانيه وغادي نزيدو الثانيه. وبالنسبه لهاديك الوسط تاع المسمن غنضربوها مزيان في الوسط هنا القناص، حيت كنطلقوهم وداك الوسط كيبقى شويه غليظ، غنضربوه مزيان بيدنا باش يتورق شويه صافي. دابا غندوزو ثاني نقطعو، والتقطيع غيبقى على حساب العرض تاع الملويه، واش عريضه بزاف ولا رقيقه، نتوما عليكم ميزانكم. المهم ما غاديش نخرجوا بالتقطاع على الجناب، وحتى دوك الجناب اللي في القناه ما غاديش نوصلوا لهم التقطاع حيت هما اللي كيجمعوا الملويه صافي. غنبقاو نمشيو على الطريقه هكا كيف قلت لكم وما نزيروش صافي. تنجمعوا الملويه ديالنا ونقادو الجنيبات. من طبيعه الحال ملي كتبداو تبرموا فيها كتبداو تطوفوا فيها كيخرجوا دوك الجناب من الوسط، نقادوهم بيدينا صافي. دابا غنجمعوها. وبالنسبه للخلطه نعاود لكم المقادير مضبوطه. عندنا كاس ديال كي قلت لكم ديال الفينو تاع الطحين، الفينو ديال في الدول الاخرى تيقول لك السميد الناعم هو الفينو، اللي ما فهمش الفينو هو الطحين السميد الناعم هو الفينو. عندنا كاس منه، كاس العنبه، قياس كاس العنبه. وعندنا معلقه عامره ديال طحين الفورس. وعندنا كاس تاع الزيت نسبي عباره العنبه. وغادي نزيدو واحد 4 كاس. هاد المقادير كيهزو كاس وربع هكاك ديال الزيت. وغادي نزيدو واحد الخماره ديال من وزن 8 غرام صافي. تنخلطو كلشي، تنخدمو تنديرو كلشي في الهاشوار، تنضربوهم ولا تنديرو في الخلاط ولا تنخدمو غير بفورشيطه ولا هذا صافي. تنخلو واحد شويه وكنبداو خدامين به. خلطه زوينه زوينه بزاف واقتصاديه كيف قلت لكم، ما تحتاجوش الزبده ضروري خصها تكون ولا شي حاجه. وكيجي حتى هذا الملوي كيجي اقتصادي وزوين، ما تيضر لا في المعده لا في والو، وتيجي مهشيش ورطب. ومازال غتشوفوا معنا كيفاش غيجي صافي. دابا ثاني غادي نجمعوه كيف قلت لكم الملويه ديالنا. ما غاديش نزيروها، كنطويو وتنجمعوا دوك القنيسات اللي في الجناب باش
ما تخسرش لينا الملويه ديالنا. صافي هكا صافي، وغنحطو غادي نستوه في واحد البلاطو ونغطيو تاني نخلوه بين ما كملنا هذا بين ما كملنا اللويان تاع الملوي ديالنا غادي يكونوا الاولانيين بداو تيترخفوا. صافي غندوزو نطيبهم ان شاء الله. وبالنسبه للطياب على حسب المقله اللي موجوده، راه غادي نطيبوا فيها يا اما مقله طيفال ولا مقله ثقيله ديال المسمن والبطبوط اللي تنطيب. دابا غندوزو نطيبو كيف كتشوفوا. صافي كنقرصوا دابا، بدينا بالاولانيه اللي لوينا هي هذه، وغادي نعطيو الخاطر ما نطلقوش عليه البوطه باش الملوي ديالنا ما يجيش ما تلهبوش لينا العافيه ويجي طيب حتى من الداخل، فهمتي. دابا غنديروا المقله غنطلقوا عليها البوطه تحمى مزيان، وملي غادي نديروا الملويه غنقصوا واحد شويه العافيه، ما نطلقوش العافيه مجهده بزاف. ديك العافيه اللي غتلهب لينا الملويه غتجي ملهوبه وتبقى خضره من الداخل. صافي غادي نبقاو بحال هكا نقلبوا في الملوي ديالنا، وما غاديش نحتاجو الزيت. داكشي اللي لوينا به ولا غادي طايب به الملوي ديالنا. كيف قلت لكم هاد الملوي درنا اقتصادي غير بالزيت، ما بغيناش ندخلوا الزبده. هانتوما كيف تشوفوا. دابا غنبقاو نعطيو الخاطر هكا، نبقاو نقلبوا فيها حتى تحمر الملويه ديالنا تحمر. وغادي يبدا غتبدا الملويه كتنفخ وكتحل، الجنيبات ديالها كيتحلوا غيبان لك داك الفيلطاج ديال الملويه من الداخل، غيبان لك كيفاش غتحل بوحديتها، ما غتحتاجوش كاع تحلوها. صافي غنبقاو بحال هكا مستمرين في الطياب. هانتوما كيف كتشوفوا شتي كيفاش كتبان. ما الا طيبتوه غتقولوا نيت مديور بالزبده. هانتوما شوفوا. مازال ان شاء الله غادي نشاركوا معكم ملوي بانواع اخرى طرق اخرى ان شاء الله. المهم ما تنساوناش في الدعم ديالكم، وما تنساوناش في القناه ديالنا. نتوما كيف كتشوفوا شوفوا الملوي كيف جا زوين. هانتوما شتي كيجي رطاب وهشيش بحال الا دايره لي نيت الزبده، وراه ما كاينه لا زبده لا حتى شي حاجه. كنتمنى هاد لا فيديو اللي شاركنا معكم يعجبكم بالصحه والراحه، وما تنساوناش من التشجيع، وما تنساوش من بارطاج مع الاحباب والاصدقاء. ونتمنى هاد لا فيديو اللي شاركنا معكم يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. والى فيديو اخر ان شاء الله بصحتكم وراحتكم.